لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. السلام عليكم. برنامج منتج مصري كان حلم لينا من زمان وربنا حققه لنا، ولو تابعتوا حلقاتنا على اليوتيوب من سنين كتيرة هتشوفوا منتج مصري كل النجاحات اللي ربنا من علينا في كل مشاريعنا اللي دخلنا فيها واللي دخل فيها ناس بسطاء زينا اللي هم غالبية الشعب المصري، وربنا من علينا بفهم النجاح. الفكرة بسيطة خالص، حتة أرض إزاي يبقى على طريق مثلا لها طرق، شبكة طرق كويسة، إزاي يبقى مياه بحاري، إزاي يبقى فيها منتج يتباع للسوق العالمي وللسوق المحلي، وإزاي تاخد المنتج ده ويتسوق، وإزاي يبقى تكلفة إنك تحصل على الأرض هي التكلفة البسيطة اللي مش مغالى فيها. يعني حتة أرض بتكلفة بسيطة تبقى ملك إنسان بسيط ويبقى عنده مصدر دخل وسكن فيها من غير ما يكلف حاجة، وبعد كده تبقى مصدر دخل عالي ليه. الكلام ده الحمد لله، ودخلته على اليوتيوب وتابعته وكتبته برنامج منتج مصري، هتشوفوا الكلام ده من سنين طويلة وتعرفوا قد ايه ربنا من علينا ووفقنا بفضله سبحانه وتعالى ونجحنا. هنوريكم نموذج دلوقتي في التقرير للفيوم، وبرضه جزء من العياط عشان تعرفوا ان دول عشان اخر المشروعين لينا ان شاء الله، ربنا يوفقنا ويوفقكم فيهم ونرجع نتكلم تاني ان شاء الله. احنا جايين نتفرج على الارض الجديده. جايين نتفرج على الارض النهارده ان شاء الله عشان نتعاقد عليها ان شاء الله. احنا رايحين النهارده عشان نشوف الارض، وجاي النهارده عشان نشوف ان شاء الله الارض الجديده جاي عشان نشوف الامر على الواقع الحقيقي. جاي النهارده ان شاء الله عشان نشوف الارض اللي موجوده في وادي الرغاد في الفيوم. عرفت الشركه عن برنامج منتج مصري، وجاي ان شاء الله النهارده اتفرج على الارض. جاي النهارده ان شاء الله علشان اشوف الارض على الواقع. انا جاي ان شاء الله النهارده علشان نشوف الارض، وجاي النهارده اشتري طبعا ان شاء الله ارض. نشوف الارض عشان ربنا يسهل باذن الله نتعاقد. عرفت الشركه عن طريق واحد صاحبي، وجاي النهارده ان شاء الله اتفرج على الارض مستقبلا لي والاولاد ان شاء الله. قلبي يحن الى مدينه طه، فمتى نزور المصطفى ونراها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، روحي هفت شوقا إلى رؤياها، وأرى فؤادي لا يروم سواها، لولاهما نلنا السعادة والمنى، لولاهما كانت ولا عرفت منا، لولاهما نلنا السعادة والمنى. الحوض طبعا مساحته زي ما قلنا 500 متر مربع، باجمالي العمق بتاعه 800 متر مكعب. المساحه الاجماليه نقدر نحط فيها زريعه لحد نص طن زريعه للقراميط، وممكن بعد الدوره الثانيه بعد ما نعمل القراميط نحط بولتي، بيكون القراميط جهزت الحوض للزريعه الثانيه. لو هنشتغل قراميط في الاول، القراميط دورتها بتبدا من 6 شهور لحد سنه. طائر استواء بمعنى ايه؟ ان هو بيعيش في الاماكن الاستوائيه، مناعته وده بيديله بعض الامتيازات اللي بيخليه مناعته عاليه، وبيعيش وبيتاقلم في كل البيئات وتحت اي ظروف. عندنا النعامه بدل عدت عمر شهرين بيبقى جهاز التنظيم الحراري بتاعها اكتمل، بتقدر تعيش بعد كده في اي بيئه. شفنا النعام عايش على الثلج، شفنا النعام عايش على الجبال في الحر، في كل البيئات بيتاقلم، وهو مقاوم لكل الامراض ما عدا مرض واحد بس بيجيله من الفراخ اسمه مرض النيوكاسل، وده لما يبقى احنا في مكان زي دهوت، ده مكان بيور بعيد عن الاماكن اللي فيها تجمعات الفراخ. بنحط النعام ما بنحطلوش اكتر من الميه والاكل. بقيت بفضل الله ان هو يعني باذن الله موضوع مربح باذن الله، من المشاريع الناجحه باذن الله. اول مره تربي نعام؟ لا اول مره. سألتك جنة عرض الفضاء وبطول جودك. زي ما حضراتكم شايفين كاتب اسم ابني، لأن ابني هو إن شاء الله هو اللي هيقوم بالإيه من بعد، يعني بعد عمر طويل إن شاء الله. انا استلمت ارضي
اليوم، واللي انا كنت متخيله لقيت افضل منه. احنا تعاقدنا مع الشيخ ايهاب على حته الارض دي والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اشرف محمود، استلمت ارضي في المرحله الاولى. احنا الحمد لله استلمنا الارض بتاعتنا وبنيت البيت الموجود هنا اهوت على المساحه، وربنا كرمنا الحمد لله، والاولاد كمان ان شاء الله جايين ونقيم هنا. اللهم صل على حضرة النبي. هذا المكان لما كان مكان مبارك ان شاء الله. تعاقد على فدان كده لابويا، عشان ابويا طلع على المعاش كبير ومش مستحمل القعده في البيت، فقلنا نجيب له يعني مكان كده اهوت ايه، يعني يشم فيه هوا نقي ما شاء الله وجميل وحاجه طيبه جدا والله. والواحد استبشر خير لان القائمين على المشروع يعني ناس افاضل نحسبهم على خير والله وحسيبوهم يعني. والله ما شاء الله الارض جميله وربنا يبارك في كل اللي خد منها الارض دي. يعني المره الاولانيه لما جيت فيها كانت صحراء، دلوقتي ما شاء الله خضار رطوبات جميل. والحمد لله اصبح ديتي يمتلك قطعه ارض في بلدي ملك وبيت، ويعني طبعا يبقى مستقبل ليا ولولادي. وطبعا اللي انا فيه ده طبعا يعني يعتبر تكذيب لاي حد قال لي حاجه، لان طبعا الناس كتيره جدا ما كانتش مصدقه اللي بيحصل دوت. وطبعا قدام احنا دلوقتي قدام المفرش بتاع الحرنكش، حيث ان الشباب والسواد الذهبيه بتجمع وتيجي تفضي هنا، ولا زال الجمع مستمر. وهذا احنا يعني لسه في الثلث الاول من النهار، وطبعا ديت اول قطفه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني محصول واعد. يا رب أنت المستعان وأنت نور التائهين، ظمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. ده البيت بتاعنا ان شاء الله، اول بيت. وده الدكتوره ايناس، بيت الدكتوره ايناس، وده بيت الدكتوره حنان، ودي اداره الجمعيه. دي الجمعيه اللي هتدير الارض ان شاء الله. دي ارض العياط، المشروع الاخير بتاعنا اللي فيه الشجره اللي ممكن تساوي من 2000 ل 3000 دولار. لما تيجوا يوم الجمعه هتعرفوا ايه هي الشجره دي، وان شاء الله تعرفوا خططنا فيها. مشروعات الثروه الحيوانيه، وهنبدأ فيها بمشروع سهم الأغنام. فاضل شهور على العيد الأضحى بتلاقي إن عندك أضحية ما شاء الله سعرها أكتر كتير من أنت هتكلفه، يا إما لو بعتها هتكسب فيها وفلوسك ترجع لك ويبقى عندك لحمة العيد من الفرق المكسب ده لو بسهم واحد، ما بالك لو عدد من الأسهم. له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا. التغريد ده شامل حاجات كتير قوي مع انه صغير. يعني هديكم مثلا ارض على الاسفلت خدناها، يشاء سبحانه ربنا سبحانه وتعالى ان الارض دي تبقى طريق دولي. شبكات عظيمه من الطرق بتتعمل تلف مصر كلها عشان تفتح اماكن جديده ومصادر دخل جديده ومناطق زراعيه جديده. يقوم الطريق اللي ناخد عليه الارض في الفيوم وارض في العياط يبقى عليه طريق دولي. بيقولوا ان عليه ان ما شاء الله هيبقى ممكن الطريق ده ياخد 4 ساعات لحد اسوان. ممكن احنا ما كناش بنخطط لده، لكن ده توفيق من الله عشان احنا قلنا العشر وقف لله. ده بالنسبه للارض وبالنسبه للميه اللي ربنا من علينا بيها.
يعني الارض بقت تساوي حتى لو ما اتزرعتش بقى لها قيمه عاليه جدا. تعالوا نشوف المشاريع اللي فيها. احنا قلنا هنزرع رمان امريكانا وندرفول عشان التصدير، ومورينجا عشان ما شاء الله حاجه عالميه وفيها غذاء شامل وعلاج لاكثر من امراض كثيره. وبالنسبه للشيح برضو كمان بتستخدم كنبات وكدواء. بعد كده عملنا مشروع اللي هو النعام، ودي مشاريع خاصه بطبقه معينه من الناس ملكناها برضو للناس بسطاء. يتبقى عندنا مشروع الثروه السمكيه. ليه احنا فكرنا في الحاجات دي في الوقت ده بالذات؟ احنا في وقت الظروف الاقتصاديه فيه صعبه والامكانيات الماديه قليله، فشيء طبيعي ان الناس انها تشتري الارخص والاجود. طبعا ارخص حاجه فيها بروتين هي السمك، وفي نفس الوقت الشعب المصري بيحبها وما يستغناش عنها، فمهما الحاله الاقتصاديه سائد يبقى برضو الحاجه دي مطلوبه. فركزنا عليها، نقينا حته ارض طفله حجريه وعملناها احواض كبيره تشيل مثلا من 8 ل 10 طن سمك. فتخيل مكان فيه 8 او 10 طن سمك يجيب ثروه قد ايه؟ يا عم اضرب الكيلو في 5 جنيه، يعني معناها عشرات الالوف. لنفرض هتصرف نص المبلغ. لو الكلام ده في 4-6 شهور يبقى انت كده بقى عندك مصدر دخل بديل، مصدر دخل يعتبر يوفر لك مرتب شهري كل 4 أو 6 شهور. كمان المكان ده المفروض احواض السمك دي بتتجدد كل 5 سنين، تكلف تكلفه نفس التكلفه تاني، لكن المشروع بتاعنا التكلفه الارض بتقعد 100 السنين، يعني بيوفر لك 25,000 جنيه كل 5 سنين. وبعدين الميه هتبقى فيها اسمات، تتاخد الميه وتروح للارض تسمى الارض بدون مقابل. وكمان عايزين نوفر الكهرباء والجاز. لو حضراتكم بتتابعوا وتخش على النت هتعرفوا ان في حاجه اسمها البيوجاز. احنا جنبنا جنب الارض مصنع سكر 3 كيلو. يعني العربيات اللي في الارض عندنا تطلع 3 كيلو تحمل المخلفات بتاعت مصنع السكر، تخلصوا منها وتكمرها وتبقى سماد. نحطها في جهاز البيوجاز، جهاز ثمنه 25,000 جنيه، لو دخلتوا على النت هتلاقوا الكلام ده صحيح. ينتج لك 250 كيلو كهرباء غير الغاز. الناس بتتخانق على بيب الغاز وبتتخانق على الكهرباء مكلفه. طب انت عندك السماد ده هيدخل لك كهرباء وغاز بدون مقابل، واللي هيطلع منه اللي بيفيد من المكنه بينزل بيخش سماد للارض يديك احسن انتاج. وكمان تزرع حاجات تعمل لك دخل بالالاف. تخيل لو انت بتفكر في الفكر ده تكسب منه ولا ما تكسبش. ولو حتى ما كسبتش وكل الاحلام دي ما اتحققتش، ارض على طريق رئيسي دولي سعرها بيتضاعف ولا بيتضاعفش، الجنيه قيمته بتقل، لكن الحاجه اللي قيمتها بتزيد هي الارض. ففي جميع الحالات كسبان، الاصل كسبان، واذا كان في دخل برضه كسبان منه. مفيش حاجه بتتضاعف الاضعاف دي كلها غير الارض. طب وبعدين لما نشتغل بالطريقه الجماعيه، يعني عمل جماعي، يعني انا لو عملت لي مثلا عشرات مثلا الاحواض السمك، هنا بدل ما انا هنقل السمك وانزل به السوق، لا انا هيجي التاجر ياخده من عندي لان انا اعتبر مكان جمله. الحاجه الثانيه الاماكن اللي بنزرع فيها قريبه جدا من القاهره الكبرى، يعني حاجه و40 كيلو مثلا العياط و100 كيلو مثلا الفيوم، يعني اذا النقل والتكلفه مش هتكلف، فقريبه من مصادر التسويق، لان الفيوم قريبه مثلا من بني سويف من الفيوم ومن القاهره والجيزه. فاصبح التسويق، يعني كنا بنسال وبنعمل دراسه جدوى لكل حاجه، للمواقع وللمكان، لكن ما كناش نتوقع الخير والفضل من الله ان كمان الطريق ده يبقى طريق دولي. الناس اللي خدت عادت واديك شفتوا وسمعتوا كلامها في التقرير. فاضل خطوه واحده بس، ازاي ان احنا المشاريع تكتر فيه. في حاجه اسمها سهم الاغنام. يعني ازاي؟ بدفع 1500 جنيه مثلا، فاضل على العيد مثلا شهور، دفعت 1500 جنيه لسهم الغنم ومعاه اكله، على العيد بيوصل سعره يعدي ال 2000 جنيه. لو انا عندي مبلغ 1500 كسبني قول مثلا 500 جنيه، يبقى انا كسبت 30% من قيمه المبلغ. ما فيش بنك في العالم يعمل معاك كده. لنفرض انا مش بحسب لبنك، انا هاخد خروف مثلا، اول حاجه معظم الخرفان بتاكل حاجات مش كويسه، وطبعا انت بتاكلها وبتاكل معاها حاجات مش كويسه، لكن ده زي ما بيقولوا خروف فلاحي زي ما بيقولوا، واكل خير صح، فلو كلته يبقى صحه ويبقى امان. ولو بعته طلعت مثلا بمبلغ تشتري بيه لحمه العيد واصبح ما دفعتش ثمنها. عشان لو انت بص حتى الظروف الاقتصاديه انك توفر ده، يبقى احنا ناس بنفكر في بكره. انا عايز كل يجي رحلتنا يوم الجمعه يبقى بيفكر بنفس الترتيب. حتى مشروع العنب لما رحت فكرت فيه لقيتهم بيزرعوا العنب سبيريو. احنا عندنا هتلاقوا تكعيبه العنب في الارض. يعني ايه تصدير؟ يعني عنب
ليه حجم معين وما بيكونش متهرمن، يعني مش زي اللي احنا بناكله، لان هناك بيخافوا على صحتهم. بعد ما ياخد ده تخيل ان انت بيشتري منك بسعر عالي. انا كمان ممكن اديك التجربه 5 سنين انتاج. 5 سنين انتاج بكام؟ ب 5000 جنيه السنه. عمرك سمعت عن فدان عنب يجيب 5000 جنيه؟ استحاله طبعا، اضعاف. احنا بنعمل ده ليه؟ عشان تحب الانتاج الزراعي وتتعلق بيه، وتطلع بعد كده تزرع ده، تعمل انت بقى مزارع عنب. طب هجيب الخشب منين؟ انت اصلا لو في ناس، انا باشمهندس اشرف قال انا عامل المستقبل لعيالي، قلت له عامل ايه؟ قال لي واخد حته ارض جنبها مجاري. قلت له بعدين؟ قال لي بزرع المجاري دي من 9000 عود جزورين في الفدان الواحد. طب وده يعمل ايه؟ قال لي العود العريض بيتباع اقل حاجه 35 جنيه، والرفيع اللي فوق مثلا ب 10 جنيه. فبيحسب لي على السنه. قلت له لا يا عم قول 10 جنيه. 10 جنيه في 9000 عود بكام؟ ب 90000 جنيه. بيطلع بعد 3 سنين، يعني بيصرف 6000 جنيه على الفدان. لو واحد يقول يا عم هصرف 10، لو هصرف 10 على الفدان او 15 ويديني 90000 في 3 سنين، يبقى زي ما هو قال لي ان هو عامل ده لجهاز ابنه، يبقى راجل بيفكر صح. تعالوا في ارض العياط في الصين، لما واحد بيتولد له بنت بيقوم زرع لها شجره بولونيا. ليه بقى؟ الشجره دي بتعمل الجهاز بتاعها. شجره كبيره بتقعد 5 سنين مثلا او اكتر، بيقوم بعد كده يقطعها يفصل لها من العفش. اغلى خشب هو خشب البولونيا. وتستغربوا لو عرفتوا انه في استراليا المتر بيتباع هناك ب 1600 دولار. عندنا في مصر بيتباع بكام؟ ب 200 دولار. ليه؟ لان احنا مش عارفين قيمه الحاجه وما عندناش علم التسويق. مفيش مشكله. هو بيخطط لبنته قبل ما تتولد، اول ما تتولد يزرع لها شجره. طب انت لو خدت فدان وزرعت لك فيه مثلا 100 شجره، اضرب اللي عامل 100 شجره مثلا، مش هنقول في 2000 دولار، لا في 1000 جنيه. يعني 100000 جنيه بعد سنين، مش ثمن الفدان. والارض سعرها غلي، وكل ما العمار دخل عليها والسكن دخل عليها كل ما بقت بالمتر. حاجه هتبقى مستقبل ليك ولولادك. الجنيه قيمته بتقل، يعني لو معاك مثلا الجنيه دلوقتي مثلا بقى ب 8 دولار، كان زمان ب6، يبقى عندك الجنيه اللي كان قيمته 4 بقى 3، بقى 3 اقل. اذا اي فلوس قيمتها بتقل. فالانسان اللي بيفكر صح يحط فلوسه في مكان سعرها يتضاعف اضعاف، وكمان تدخل له ربح. ده الفكر الصح. وخدنا الطبقات البسيطه، اللي عايز نص فدان وربع فدان واللي يحط سمك، بحيث ان كله يبقى له مصدر دخل. الارض في الاول زي الطفل الصغير، لازم تتغذى. في اول سنه وثاني سنه وثالث سنه بتتغذى، وبعد كده الارض تديك، تتفطم بقى وتديك خير، تاخد منها فلوس. بس اهم حاجه الفكر الصحيح. ازاي تزرع زرع ليك وللسوق العالمي، حاجه بتتباع هنا وتصدير، مش حاجه للسوق المحلي، لان ده مخاطره. لو وضع البدل الاقتصادي زي ما احنا قلنا مثلا مش قوي، ساعتها الحاجه يبقى سعرها رخيص زي اليومين دول. عشان كده احنا زرعنا زي ما قلت لك شيح ومورينجا والحاجات دي بره لها سعر وغاليه، وبتتباع سعرها ثابت، ما فيهاش لا عالي ولا تعلى ولا تنزل. بالنسبه للسمك بقى ان شاء الله بروتين العصر، لان ارخص بروتين دلوقتي تقدر تاكله هو السمك. اللحمه بقت غاليه جدا والفراخ بعدها. حتى المنطقه عندنا تصلح لمزارع الفراخ، لانه كل مشروع كنا بناخده في مناطق اسفلت، بس حوالين منها ما فيش اي تلوث ولا اي مثلا مناطق تاذي، بحيث المشروع والارض تبقى بكر. منتظرينكم يوم الجمعه ان شاء الله تشوفوا مشاريعنا وتنضموا ليها. لو قدرت تعمل اي مشروع من دول بقيت راجل صاحب مصدر دخل وصاحب ثروه وصاحب ملك. لو ما قدرتش خش حتى سهم خروف العيد، على الاقل هتوفر مصدر دخل ليك. ممكن على الاقل في العيد تجيب لك لحمه ب 500 600 جنيه من غير ما تدفع ثمنها، وفلوسك زي ما هي، وتبقى جربت وعشت التجربه عشان تبتدي تعلمها لعيالك، واحنا كمان نعلم عيالنا، ويطلع جيل بعد كده يشيل البلد دي وينهض بيها، وتبقى بلدنا احسن بلد في الدنيا. ده فكر منتج مصري. يا ريت تنضموا لينا. مره تانية اللي عايز يتابع تاريخ برنامج منتج مصري السنوات اللي فاتت دي يخش على اليوتيوب ويكتب برنامج منتج مصري، وانت هتشوف كل المشاريع اللي دخلنا فيها وتعرف وتبتدي تطبق الفكر ده. حتى لو ما جيتش معانا وزرعت لبنتك شجره او لابنك تجهزه بيها، انت كسبان. المهم انك تبقى منتج مصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها